اهلا بيكم، جايلكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وتعالوا نشوف الفيديو النهاردة هنعمل فيه ايه. اول حاجة هنحضر معانا الشربات. هحط كوباية ونص من السكر، وهنحط كوبايتين من المية. دي اول كوباية من السكر، وهعمل كمان نص كوباية علشان يبقوا كوباية ونص قصادهم كوبايتين مية. عايز الشربات بتاعي يكون تقيل شوية، خلي الشربات دوت يكون تقيل. خلاص. هنسيبه برضو يغلي شوية حلوين كده لحد ما يقصر ويتقل. حطيت الحلة بقى على النار، هعصر عليها نص ليمونة. ما تقلبيش السكر، هو اول لما يغلي الشربات، اول لما يغلي هتلاقي السكر داب. هتعصري نص ليمونة وتسيبيه بقى ياخد ويدي كده مع نفسه، تهدي عليه النار. معايا صينية كبيرة ألمونيا، هحط فيها شوية زيت وهدهن الصينية بتاعتي. النهاردة هنعمل كيكة الجلاش. معايا لفة جلاش اهيت. يمكن ناس كتيرة ما تعرفش كيكة الجلاش ديت، هي طعمها حلو جدا. جربوها وغيري في الوصفات بتاعتك وجددي علشان خاطر ولادك. هدهن الصينية كده زي ما انتوا شايفين بالزيت، وهجيب بقى لفة الجلاش. هي لفة الجلاش دي نص كيلو. همسك الورقة بتاعتي، ورقة ورقة كده، كرمشها وارصها في الصينية بالطريقة دي. هرصها بقى في الصينية كلها كده، داير ما يدور كده. وبصي، هي بطريقة عشوائية تروحي ماسكة الجلاشة سحباها ومكرمشاها كده كأنك بتكرمشي ورقة وكده يعني، وتحطيها في الصينية. هلف بقى الصينية بيها كلها. انا قصدا ان انا اطول عليكي الحتة دي عشان تاخدي بالك ان تعمليها ازاي عشان تطلع معاكي مظبوطة جدا. وانتي تتفرجي على القناة متنسيش تشتركي فيها وتدوسي على زرار الاشتراك مرتين. مرة دوسي اشتراك، وتاني مرة اختاري الكل وحطي لايك واكتبي كومنت زيك حلو كده. خلاص كده انا يعتبر رصيت اللفة كلها في الصينية، وبدأت اوسع مكان كده علشان تكون الصينية كلها مليانة معايا. انا حطيت الشربات الاول علشان انا عايزة الشربات يكون بارد والجلاش يكون سخن. معايا خلة او سكينة، وهبدأ اعمل فتحات جوه كل واحدة كده علشان اول ما انزل بالخليط بتاعي اللي هقولكوا عليه دلوقتي يشربها كلها. خلاص، واحدة واحدة كده، وهخرمها بالخلة او بالسكين. معايا بقى الخلاط، احط فيه بيضتين، لو انت عندك 3 ممكن. انا ما كانش عندي غير 2، احط بقى البيضتين في الخلاط. عايزه اقولك على حاجه، لما تيجي تشتري بيض وتعمليه كده، افتحي بضايه بضايه. يعني انت فتحتي بضايه في الطبق، هاتي سلطانيه وافتحي فيها بضايه، لقيتيها كويسه حطيها مع الطبق، مش كويسه ارميها، لان انت ممكن تفتحي البيضتين على بعض وتلاقي واحده بايظه فالاتنين يترموا. خلاص، انا كده حطيت بيضتين وكيس فانيليا، ومعانا نص كوبايه من السكر. هضرب البيض مع السكر والفانيليا، وهرجع بقى تاني احط كوباية من اللبن. دي بالظبط كده زي مكونات الكيكة اللي في الخلاط، الكيكة والجلاش اللي في الصينية. هنزل بقى بكوباية زبادي علشان يطري الجلاش معايا، الجلاش بتاعي يبقى طري. يبقى حطيت بيضتين ونص كوباية سكر وكيس فانيليا وكوباية لبن وكوباية زبادي ومعلقة بيكنج باودر. دي كانت اخر معلقة معايا في الكيس، ورحت حطيتها. وهحط معلقتين من النشا علشان الجلاش بتاعي ما يبقاش طري ومعجن، النشا تديله طراوة كده. ومعايا نص كوباية من الزيت، عليها حوالي 3 معالق من الزبدة، ممكن ميكس كده ما بين الزيت والسمنة، وممكن زيت بس. وحطيت معلقة خل. هضرب بقى كل الكلام ده كله في الخلاط، وهنزل على الجلاش اشربه كله بقى. عايزة بقى تسيبي الصينية ديت اقل حاجة نص ساعة. ماشي، نص ساعة تسيبي الجلاش كده في الخليط بتاعنا ده، وتسيبيها مركونة علشان الجلاش بتاعنا يطرى يبقى طري. خلاص. كده بقى هركنه على جنب نص ساعة ولا حاجة، اقل حاجة نص ساعة لحد ما يبوش معايا. اولع بقى الفرن، ادخلها بقى في الفرن سخن، احطها تحت لحد ما تستوي من تحت، ووشها يحمر لوحده. لو ما احمرتش ولا عليها الشوايه. كده بقى بعد ما الشربات بتاعي يا دوبك انا طفيت على الشربات، دخلت الصينيه في الفرن عشان الشربات يبقى بارد والجلاش يبقى سخن. حطيت بقى عليه كيس فانيليا،
وهسيبه بقى اركنه على جنب لحد لما اطلع الجلاش بتاعي، انزل على الجلاش وهو سخن على طول. لازم حاجة من الاتنين تكون سخنة، واكيد الجلاش هو اللي يكون سخن. خلاص كده بقى، الشربات بتاعي حطيت عليه الفانيليا. طلع بقى الصينية من الفرن اهي قدامكم، بصوا احمرت وبقى شكلها حلو ازاي. هجيب برضو الخلة، واقعد برضو اعمل فتحات كده علشان اول لما انزل بالشربات بتاعي يشربها على طول. لو انت عايزة الجلاش ده مسكر قوي، حلو قوي، كوباية ونص في الشربات ونص كوباية في الخليط بتاع الجلاش. عايزاه مظبوط، شيلي بقى النص كوباية اللي هي في الخلاط دي، ويبقى كفاية عليكي الكوباية ونص بتوع الشربات. بصوا الشربات بتاعنا تقيل، هينزل بقى ايه على الصينية وهي سخنة كده يتشربها بسرعة. إيه، جربوا الوصفة دي حلوة جدا، غيري في مطبخك وجددي في اكلاتك وفي الحلويات بتاعتك. إيه، صينية مش مكلفة جدا، عادي خالص، وعملتي حاجة حلوة لولادك. كده خلاص، سيبها بقى تبرد، وكده بعد ما بردت قطعتها. عايزة اقول لكم طعمها حلو جدا، طرية وطعمها جميل، جربوها هتعجبكم. بس اهم حاجة امشي بقى ايه بكل التفاصيل اللي انا قلتلك عليها. وكده يكون الفيديو خلص، ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.